الله يكرمهم الله يكرمهم صراحة. هذا المكان على هذه الأجواء الجميلة ما شاء الله. شوف هالبحيرة الجميلة، بيت الشعر ما شاء الله. للوهلة الأولى بالنسبة لهم كانوا يفكروه هو معبد كانوا يفكروه معبد من بوذا. أنا زرتكم على الجنوب والكرم اللي شفته هناك لو شو ما سويت ما سديت الربع. وحياكم الله في سلسلتنا من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد من عاصمة ولاية تكساس مدينة أوستن. انطلقنا وزرنا أكثر من 15 ولاية أمريكية في الشمال الشرقي من أمريكا. وقفتنا اليوم كانت في ولاية أوهايو. هلا يا مرحبا، الله السلام عليكم. طبعا احنا الحين وصلنا محل نقطة آخرة من العالم. الحين الناس يحسبوننا في السعودية ولا في الأردن. يا جماعة ما احنا في السعودية ولا احنا في الأردن، نحن في أمريكا. اليوم احنا في ضيافة دكتور جميل الخيان من الأردن الحبيبة، من عشاء الأردن العريقة، أخواننا وحبايبنا. طبعا ما شاء الله عليه، يعني هذا بيت الشعر اللي مسويه كله جاي من الأردن. يعني خير من يمثل مو بس عشاء الأردن بل المنطقة العربية كلها. ما شاء الله تبارك الله، يعني الكرم والطيب من طبايعه، وهذا المكان يشهد له. يا جماعة هذا المكان يعني صراحة طلعني من أمريكا. يعني هذه اللحظات أحس إني والله فعلا ماني في أمريكا. مو بس تحس بالجمال المكان بل كذلك بدفء المكان، ودفء وجمال وكرم الرجل العربي الأصيل. يعني أقول لأبو حميد من زمان إن شاء الله بس يصير عندي بيت، هذه الجلسة لازم فأي حد عنده بيت والله هذه الجلسة فيها ريحة حلوة. ما شاء الله بارك له. والله ابو حميد بصراحه بعد ما لبست كذا احس شخصيتي تغيرت، ما ادري، احس اني انسان ثاني. والله ثقلت شوي ها. بس ايش رايك في الشغل؟ شوف الشرقي ما شاء الله حركات. اكرمك الله يا دكتور. يا حبيبي الله يسعدك ويبارك فيك. شرفتونا وانستونا. الله يرحم والديك ويبقيك ويبارك فيك. والدينا وجعل ان شاء الله منزلا عامر. وما شاء الله قهوتكم اكرمك الله. قهوتكم السوداء ها. ايوه حمز لكم اياها. ايه على القهوه السوداء. طبعا هي القهوه هذه جتني من السعوديه ما شاء الله، ولكن انا حمسها بطريقتي، حمسها على السواد ونسويها مثل قهوتنا السوداء. واذا ودكم قهوه شقره نسوي قهوه شقره. الله يسعدك ويبارك فيك. لا بالعكس جايين عشان نجرب شيء مختلف. يا حي الله يا حي الله. الله يسعدك ويبارك فيك. انا الوقت اللي قضيته بالجنوب، طبعا السعوديه كلها زينه واهلها طياب وجواد، الله يسعدك ويبارك فيك. لكن الجنوب الصحي كان له معزه خاصه، يعني مختلفه تماما. الله يسعدك ويبارك فيك. والله بنماص وجيتا والسودة عسير كلها طبعا سبحان الله. يلا حيهم. المره الجايه انتظرك في تهامه. الله حيك اجيك ازورك بعون الله بعون الله. الله يسعدك، تنورنا والله. ساعه مباركه. القوة دكتور. الله يقويك يا حبيبي. الله يكرمك ويبارك فيك. الله يحفظك. ايش اليوم بنجرب الحنيذ الجنوبي يعني ولا؟ هذا احنا نسميه زرب اردني. ايه الزرب الاردني، انتم عندكم حنيذ جنوبي. يا سلام. او مندي، الناس يقولون مندي طبعا. انا لسه ما جربت الاثنين. انا جربت الاثنين، واحنا نعطيك اليوم نترك لك القرار الك انت. ايه بعد ما تجرب هذا. بس ما راح اقدر اقول رايي الا بعد ما اطلع من الحدود هذه. تقول حنيذ ازكى. يلا حي. الله يعطيكم الصحة والعافية حبيبنا علي. الله يبارك فيك. لا راح تغير رايك اليوم بس شوف الزرب هذا. راح تنسى كل شيء اكلته قبل. ان شاء الله. الله يسعدكم ويبارك فيكم.
طبعا انا شفتك في تيك توك ما شاء الله عليك، على قولتهم الامريكان يقولون هاندي مان. شفتك تفصل دواليب وتسوي، يعني لازم اسالك عن الحفره دي، اكيد انت اللي حفرتها 100%. انا اللي حفرتها. ما شاء الله، الله يعطيك الصحه والعافيه. انا اللي حفرتها وبنيتها وصبيتها كل شيء. ما شاء الله. سلمك ربي. الدكتور يقول لك اذا بحاجه لاي عمل اي جاهز يعني. ما يقصر والله، اي شيء والله ما يقصر. الله يعطيه الصحه والعافيه، دكتور في كل المجالات. يا حبيبي الله يكرمك. الله يسعدك. طيب بالنسبه للطريقه الاردنيه كم ساعه تقريبا انتم تخلونه؟ حسب، بس هذه لانها قطع صغيره ايه ساعتين بالكثير، ساعه ونص ساعتين. ساعه ونص لما ساعتين. يكون الخروف كامل يعني مقطع بس 4 قطع اترك 3 ساعات. 3 ساعات. 3 ساعات بالضبط. ايه والحراره طبعا تتحكم فيها انت حسب لا خلاص هسه ما في حراره. إيه. سكر نطفيه. تقفل عليه. قفل عليه وهو يطلع براحته يعني. تمام. الله يعطيك الصحه والعافيه. يا حبيبي اهلا وسهلا. انتوا بس تجرب تعطينا الراي. ان شاء الله. هذا مو يتغطى بعد شويه. انا متاكد انه طيب من الحين، ودي اكله بدون طبخ حتى. حبيبنا ايش صار؟ قبل شوي كان الشمس هاي جو امريكا شايف. ايه ما تقدر تقول خلاص هذا الجو يعني انه ثابت. الحين خصوصا مطر، اوهايو شمال. خصوصا هاي ايه الحين مطرت واحنا لسه ما نزلنا اللحمه. الدكتور راح ركض بيرجع عشان ايش؟ نلحق ونقفلها ونسوي لها شو يقولون عليه يا اخي، والله لغتنا العربيه تدمرت. قلت كنت بقول سيل يعني سيل نسكرها. سكرها اي نعزلها عشان المويه ما تدخل. ما شاء الله تبارك الله. واحنا يعني على وسط الشتاء، وسط المطر. ايه قلبتوها عرض جنوبية انتم. الله يعطيكم الصحة والعافية. الحمد لله على الاسلام يا زلمه. شوف منظر يعني يوجع القلب. بسم الله. كم الساعة؟ 3 وربع 5 وربع إن شاء الله. جاهز. بعون الله، أو على قولتكم توست وجبن. توست جبن ها؟ الله يعطيك الصحة والعافية. بس يا دكتور سم يا حبيبي. يعني ايش سالفة الطقم اليوم؟ ما اتفقنا والله ولا شيء، هي كذا من الله جت. هذه محبة يا رجل. الله يسعدك الله ويبارك يكرمك فيك. والله وشرفتنا. تشرفنا والله، شرف لنا ان ونسنا يا حبيبي. الله يسعدك ويبارك فيك ويكرمك، ونشكرك على الاستضافة مليون مرة نشكرك. يا حبيبي شرفتونا الله يسعدك. وانستونا. بعدين احنا عندنا نقول راعي الاولى ما ينلحق. شلون؟ الله. وانتم اهل الجنوب انتم راعين اوله. الله يسعدك ويبارك انا فيك. زرتكم على الجنوب إيه. والكرم اللي شفته هناك لو شو ما سويت ما سديت الربع. الله يسعدك يلا ويبارك حيهم. فيك، هذا يلا من طيب حيهم. راسك والله. اسفرت ونورت يا حبيبي. وننتظرك في الجنوب، جنوب امريكا. جنوب امريكا. جنوبيين الهواء احنا يا السعوديه حي ولا الله، يا امريكا؟ حي الله يا حي الله. ان شاء الله في تكساس. جنوب امريكا وجنوب السعوديه على الصيف بحول الله. باذن الله. هذا الخطه ان شاء نورنا. الله. يا حبيبي الله مكان يكرمكم. مكانك ولك بيت هناك. اعزكم الله. الله يسعدك أعزكم الله. ويبارك فيك. شرفتونا وانستونا. ومطرت الدنيا. يعني هذا سبحان الله يعني حطينا اللحم ايه مع وقت المطر. سبحان الله. هذا خير ان شاء الله، إن خير شاء الله. وبركه. بإذن الله. ساعتين يا ساعتين ناكل لحم حنيذ طيب او إيه. خبز وجبن. خبز وجبن ان شاء الله، اللي يجي منك خير وبركه. حياك الله يا حبيبي. الله يسعدك. شرفتونا. هو يعني يكفي لقائنا فيكم اليوم والله. يا حبيبي بهذا من لطفك. الله يسعدك ويبارك انت فيك. واخونا محمد تسلم. والاهل تسلم. واحنا اهل وربع اخوان وتشرفونا تسلم. دائما. تسلم. وحياكم الله. نبغاك تعطينا قصة البسكليتة سيكل اللي احنا نقول. السيكل عندك قصص واجد. لكن على الشاهي وليس الشاي. هسه انا اللي تعبني شويه زياده الحرف عندكم اللي هو الحرف الهاء. ليش تضيفوه للشاي؟ تصير تقول شاهي أنت فيها تعب. اما لما تقول شاي تحسها سلسه، يعني سبحان الله تطلع يعني سلسه وبسهوله. شاي. بس شاي. انت كسرت الكود اليوم، قلت لي الشهري الشاهي خلاص. على الحرف الهاء شهري
الشاي الله بس يسعدك الله ويبارك يوفقك فيك. ابو عبد الله، سووا لنا شاي احنا نقول لنا دباغ عاقد. دماغ. يعني شلون شايفين ثوبي شلون اسود اي مثل سواد ثوبي. قلت الله له الله. وما عليه سكر، هذا احنا انا بالنسبه لي مشربه اذا ما يكون عليه حلو اشياء. قلت له خيوم احنا نقول هذا شاي خط. ايوه شاي خط تبعك هذا تظلك تشرب بيه الليله ما تروق غير لما تخلصه. والله بروق عليه. اللهم صيبا نافعا، اللهم بارك. ما شاء الله مطرت. شوفوا الاجواء الجميله هنا عندنا عند بيت الشعر عند الدكتور جميل، الله يعطيه الصحه والعافيه. ما شاء الله تبارك الله، حتى المطر يرحب ويهلي. الله يكرمهم الله يكرمهم صراحة. هذا المكان على هذه الأجواء الجميلة ما شاء الله. شوف هالبحيرة الجميلة عندها بيت الشعر ما شاء الله ما شاء الله. حتى المطر يرحب ويهلي. يا حي الله يا هذا ترحيب لكم. الله يسعدك ويبارك فيك ويكرمك. هلا ورحب ومطر وسحب. الله الله. هلت طلت يا سلام. كل الله ما طلت هلت. يا سلام. يلا حيهم أكرمك الله. كل عشانكم يلا حيهم. ايه الله يسعدك ويبارك فيك. ما شاء الله تبارك الله على هالمنظر الجميل. شوفوا ما شاء الله، شمس ومطر وبحيرة وبيت شعر وكل المتناقضات اجتمعت اليوم. ما شاء الله. لا تفوتك اللقطة يا دكتور. حتى علي اصبح تيك توكر اليوم. الله يسعدك. الله يسعدك. يبدو على هذه الاجواء انها جبن وايش قلت؟ جبن وتوست. توست وجبن. هذاك اليوم لما كنا مع شباب من القصيم وكانوا يشوفوا بالخروف، فاقول لهم شكل انت عاش الليله، قال لي والله اذا ما زبط هو جبن وتوست. نقول صامولي وجبن. صامولي هو الخبز الصامولي كان الخبز سبحان الله. لا بس في روايات على سبب تسمية الصامولي. في روايات، في رواية تقول ان اول محل عندنا في منطقة الحجاز في مكة المكرمة كان في واحد يسوي خبز الصامولي، هو من الصومال يعني صومالي، فعشان كذا سموها على اسمه. هذه احد الروايات يعني. طيب والرواية الثانية والله نسيتها صراحة. لا يا سيدي يبدو ان هذه اقرب. لا بس انت تعرف احنا معروف عندنا حتى بالاردن يا اخي مرات ما يقولوا في صامولي ولا صمون احنا نقول صمون. ايه احنا نقول صامولي. لا صمون عندنا غير صمون وصامولي في اختلاف، بس يعني تقارب في تشابه، ولكن لا ان شاء الله انه غير انتعاش يا سيدي. والخبز والجبن لذيذ كمان. نعمة ربي ويكفي اصلا انه والله التقينا فيكم يا حبايبي. هذا الوحدة صراحة يعتبر غدا وعشاء وش اللي تبي بعد. شرفتونا وانستونا الله يسعدك. واحنا نقول عندنا بالمهنا ولكم عندنا مثنى. الله الله. يعني اهلا وسهلا بالهنا والعافيه، ولكم عندنا مثنى مره ثانيه ان شاء الله. الله يسعدك. زورونا مره ثانيه وشرفونا وننتظر زياركم في تكساس طبعا. تشرف. طيب خل المتابع لاول مره يشوف الدكتور جميل. تعريف بسيط ايش تقول له يعني؟ جميل. كلمة واحدة تكفي. يا سيدي ان شاء الله. اسال الله لنا ولكم. الدكتور جدا متواضع ما يحب يتكلم. الله يكرمك. بس هو ما شاء الله عليه بروفيسور هنا في امريكا في جامعة كنت، من اقوى الجامعات في امريكا. يا حبيبي الله يكرمك. ودرس ما شاء الله علوم سياسية. طبعا الدكتور ما شاء الله عنده بيت الشعر هذا اللي اشتهر فيه يعني. الدكتور يمكن قبل صراحة انا ما قلت لك يعني، بس خلنا نقول لك الان، بس في فيديو لك وصل ترند كسر الدنيا يمكن حق الكريسماس فيهم اثنين تبع الكريسماس اللي هي الاغنيه تبعت الله، والثاني للختياره جارتي اللي هنا. ايوه الحجه نانسي، الختياره نانسي طبعا. انا شفت الاثنين، بس اول واحد شفته على الكريسماس، حق الكريسماس شفته العام الماضي بالثلج هذا. ايوه وقتها تابعتك في التيك توك وكنت اقول ان شاء الله زور الشمال وزور الدكتور لان احنا في الجنوب. يلا حياك. الله يسعدك ويبارك فيك. وسبحان الله كل فصل الى طبيعه، وكل فصل يختلف عن الفصل الثاني. صحيح. وكل فصل عندكم فصول، ما احنا تكساس تقريبا ما عندنا فصول كثير يعني. نعم هو شوف احنا اللي عندنا اطول فصل الصيف والشتويه، لكن الخريف والربيع يعني قصيره كثير ولكن يعني حتى لو كانت قصيره على القصر تبعها هي جميله.
صحيح. طيب يا دكتور، إذا تحدثنا عن شغلتين، الشغلة الأولى ما شاء الله تبارك الله أنت إنسان متمسك بالعادات العربية الأصيلة. زي ما أنت عارف في ناس كثير يجون هنا، بعضهم يخجل، بعضهم ينسلخ، بعضهم يتراجع، بعضهم وهكذا. فما شاء الله تبارك الله، لو تعطينا أول شيء السر وراء هذا التمسك، وبعدين ندخل في موضوع بيت الشعر هذا. هسه الإنسان، أي إنسان مغترب لما يتغرب عن من الوطن يروح على دولة ثانية، يعني وخصوصا إذا كانت من ثقافة مختلفة لثقافة مغايرة، يعني جينا من ثقافة شرقية جمعية لثقافة فردية غربية. إحنا تعودنا على الحياة الجمعية، على ترابط اللقاء الاجتماعي بين الأسرة بين الأهل والناس، ويعني انخرطنا في الحياة هذه من قبل ما نطلع. فلما تجي على الحياة الفردية أنت ما تقدر تتحمل الحياة الفردية، لأنه إحنا جبلنا على هذه الحياة، مجتمع بطبيعته. بالضبط. فالإنسان المغترب، أرجع للنقطة، الإنسان المغترب لما يتغرب من ثقافة مغايرة تماما لثقافة تختلف، في أمرين عنده يصير يحس إنهن تحت التهديد. إجمالا اللي هي اللغة والدين، واحد اللغة واثنين الدين. تقدر تقول الأمور الباقية تنخرط تحت يعني العادات والتقاليد، ولكن هي الثقافة بشكل عام اللغة والدين، فنعض عليها في النواجذ. نحاول نعلم أبنائنا اللغة العربية ونعلمهم الدين، لأنه إحنا نحاول نغرز هذه الصفات ببلادنا. الأمور الثانية اللي إحنا كمان نحافظ عليها اللي هي العادات والتقاليد، الثقافة اللي طلعت معنا. فإحنا نحاول نعلم أولادنا إنه لازم إنك أنت يعني بالآخر أنت إنسان عربي مسلم، في عاداتنا وتقاليدنا 1 2 3. فنحاول إحنا بشكل مباشر نغرز هذه الأمور في أبنائنا، يعني في الغربة، لأنهم سبحان الله على قد ما إحنا نحاول بشكل مباشر نغرز فيهم هذه الطبائع والعادات والتقاليد والأطباع، إلى أن الحياة الغربية لها تأثير أقوى من تأثيرنا عليهم. والفرق بين التأثير المباشر وغير المباشر اللي هو التأثير المباشر منا إحنا الأبوين 20%، والتأثير غير المباشر تقريبا 80%. وأشوف الفرق لك أن تقيس على هذا المنوال يعني. صحيح. كلمة وافية والله يا دكتورنا. كرمك الله. كذا أبغاك توجه رسالة كذا سريعة، لأن هذا الشيء والله صراحة موضوع مؤلم لي بالنسبة لي أنا. حتى عندنا في السعودية شفت بعض العوائل للأسف، خصوصا لما تكون الخادمة والخدامة احنا نقول عليها فلبينية وتتكلم لغة إنجليزية، والأطفال تلاقي الأم والأب تكلموا مع الأطفال باللغة الإنجليزية. حتى في السعودية خلي المبتعثين اللي يجون هنا، صدقت. فيطلع لك الطفل يتكلم ميكس عربي انجليزي، والعربي حقه سيء اصلا. فايش رسالتك لهؤلاء الناس؟ الله يهدينا ويهديهم. اللهم امين. شوف، اجمالا تعتبر اللغه الانجليزيه اللغه العالميه. يعني انت وين ما تروح اللغه الانجليزيه مطلوبه حتى تتواصل مع الشعوب الاخرى الغير كمان الذين لا يتحدثون في اللغه الانجليزيه. يعني مثلا طلعت على المكسيك، والمكسيك هم يتحدثوا اللغه الاسبانيه، ولكن انت تتعامل معهم باللغه الانجليزيه، لغه عالميه. فلا حدا يختلف على الامر انه اللغه الانجليزيه هي لغه عالميه، وانه مهم انه نعلم ابناء اللغه الانجليزيه، ولكن ما نقدر نعلم ابناء اللغه الانجليزيه على حساب اللغه العربيه. صحيح. لان اللغه العربيه هي جزء من الهويه. احنا يعني كعرب، ولغه الضاد لغه القران، سبحان الله ربنا ارسلنا القران على اللسان العربيه، فنحافظ عليها، لانه لا يمكن الانسان يتفهم الاسلام ويتفهم عاداتنا والتقاليد بدون فهم اللغه العربيه. واللغه العربيه تعتبر هي الباب اللي ندخل منه على الثقافه اذا صح القول الثقافه العربيه. فانصح علموا ابنائكم اللغه الانجليزيه، ولكن لا تعلمهم على حساب اللغه العربيه. اللغه العربيه هي لغه الضاد، لغه القران، وهي الجزء الاكبر من الهويه العربيه. صحيح. اذا تسمح لي اضيف، اول شيء في دراسات كثيره اثبتت ان الطفل بامكانه تعلم اكثر من لغه وبسلاسه. نعم. كذلك هذا الشيء يزيد من ذكائه، يقوي من ذاكرته. نعم. وفي دراسة أخرى تحميه بعد الله من مرض زهايمر، هذه دراسة مؤخرا طلعت. أتمنى من الآباء والأمهات إذا إنهم بينظروا لها من نظرة اقتصادية، ترى إذا عنده لغتين في أبواب وظائف كثير راح تفتح له. نعم. وأنا والله شفت من العرب الموجودين مولودين هنا، احتكيت فيهم كثير منهم في أبواب تقفلت في وجيههم في وظائف عشان ما يتكلم عربي، أبوه علم إنجليزي وما علم عربي. نعم. سواء وظيفة عادية أو وظيفة في قنصلية في سفارة. الآن لو دخلت في مسابقة وظيفية مع شخص وأنت بس عندك لغة إنجليزية وهو عنده لغة إنجليزية وعربي، التفاضل على طول يروح له. نعم. حاليا
اللغة العربية تعتبر من أهم اللغات الموجودة في العالم. يعني أنت عايش في أمريكا وأنا عايش في أمريكا، فلما تقدم على وظيفة يقول لك يعني من الأفضل أنك تتحدث بايلينجوال بيرسون. صحيح. فلما تكون بايلينجوال أو مالتي لينجوال، طبعا بايلينجوال اللي هو تعيش لغتين، مثلا لغة عربية أنا لغة عربية وإنجليزية. فلما تكون مالتي لينجوال معك اللغة العربية، خصوصا اللغة العربية، يعني لأنه يعتبر الشرق الأوسط هو الإقليم الملتهب، يعني اللي كل إذا احنا عارفين يعني كل العالم، طبعا أدرس سياسة وإدارة نزاعات دولية، كل العالم يدور حول الشرق الأوسط. سبحان الله يعني ليش؟ في لها تفاسير كثيرة وما ندخل في الأمور السياسية، ولكن الشرق الأوسط هو الإقليم الملتهب اللي محرك كل العالم. فلذلك الآن أي ومعظم أو أكثر الوظائف الموجودة في العالم تتطلب اللغة العربية، أو حتى لو ما طلب اللغة العربية إذا كان عندك اللغة العربية فهي أفضلية لك أنت. الله الله. جلال المعزب دكتورنا الحبيب، نبغاك تعطينا سالفة بيت الشعر هذا. سالفة بيت الشعر هي قصة طويلة. اي نعم. صحيح أنا كنت بيوم من الأيام عند صاحبي اللي بشيكاغو وصاحب بسنسناتي أوهايو، وشفت عندهم بيت شعر ومسوينه يعني على النظام قاعدة. فقررت إني أشحن بيت شعر. طبعا تعرف يعني بيت الشعر معروف يعني هو موروث اجتماعي، موروث اجتماعي مو بس للأردن، إجمالا البدو الشرق الأوسط كامل، الجزيرة العربية، بدو الشام، يعني موروث اجتماعي وموروث ثقافي لهم. قبيلي نعم قبلي، موروث قبلي وثقافي اجتماعي. سبحان الله يعني. وبعدين حتى القعدة يقول لك احنا بيت الشعر قبل، والكل يتغنى بيت الشعر، وبيت الشعر دائما فاتح مشرع رواقه للضيفان ومشرع ابوابه للضيفان. الفكرة جت ان احنا نحاول ان نعيش الحياة طبعا اللي عاشوها هنا قبل، ولكن بأمريكا نجرب الحياة. مغتربين. نعم مغتربين. يعني صحيح انه كان، وبعدين صار ترند مو هو بس بأمريكا، صار ترند يعني عالمي. يجونا شباب ناس أهل يزورونا من كل الولايات، وبعدين في بعض الجامعات كمان يجوا عليهم زيارات يعني طلابية للي مهتمين باختلاف الثقافات. صحيح. صار الحمد لله مركز زوار. ما شاء الله، مركز ثقافي بعد. نعم الحمد لله. صحيح. طيب بالنسبة لردة فعل الناس اللي خلنا نقول، تعرف أنت الأمريكان كثير منهم ما يطلع أصلا من محيطه. نعم. إذا مرة بدع طلع من ولايته. صدقت. فشوي هم يمكن ما عندهم هذا خلنا نقول اللي اسمه الوعي المجتمعي، الوعي الثقافي. نعم. كيف كان ردة فعلهم لما زاروك هنا؟ طبعا يا جماعة هو مو بيت شعر، هو ما شاء الله القهوة، الشاي وليس الشاي. عودتني. في عنده هنا الربابة وعند السيف وعند البندق، احنا نقول في الجنوب بارودة. ايوه، والمسدس وكل شيء. فهي يعني مركز ثقافي فيه اشياء كثيرة، مو بس شيء واحد. حفرة المندي احنا نقول. نعم. ايش قلت انتم تسمونه في الاردن؟ احنا نسميه زرب. الزرب. نعم. تمام. فهذه الاشياء كلها كيف شفت ردة فعل الناس؟ لانه تعتبر رحلة تعليمية. نعم. يمكن أنا قبل شوي ذكرت أنه الثقافة الأمريكية، إذا صح التعبير عن الثقافة الأمريكية، ثقافة فردية. يعني دائما الفرد هو الأساس، هو أساس المجتمع، والمجتمع الأمريكي إجمالا من المجتمعات الغربية المتقوقعة على نفسه يعني. فلما تشوف يعني الأمريكان دائما تلاقي الواحد، ما نقول لك اللهم نفسي، ولكن هو مجتمع رأسمالي. يعني دائما الإنسان أنا. فهذا أساس التقوقع تبعهم في المجتمع وثقافتهم. فلما يشوفوا يعني نقطة في يعني ثقافة مختلفة ضمن ثقافتهم، يعني تجلب الانتباه بكل صدق. زاروني ناس كثار من جيراني، لكن المضحك كون الألوان الأحمر وفي أصفر وفي ألوان يعني دائما فاتحة. للوهلة الأولى بالنسبة لهم كان يفكروه هو معبد. بكل صدق. لأن سألوني أكثر من واحد أنه كان يفكروه معبد من بوذا.
اشياء روحانيه سبيرتشوال والشغلات دي حقتهم. بالضبط. فكان يسالوني هل انه يعني انت تستخدم هذا للصلاه؟ يعني اذكر الاختيار هذه نانسي لما كانت تسالني تقول لي انا يعني مبسوط اني انا اشوف، لكن يعني هل انه استخدامه هو يعني انك تصلي فيه هو معبد؟ قلت لها ليش انت يعني شو اللي خلاك تقولي انه هو معبد؟ قالت لانه الالوان يعني هذه نشوفها مرتبطه في بوذا. قلت لها احنا من جماعه بوذا، احنا مسلمين، ولكن وهذا يعني هو يرتبط في العادات والتقاليد، موروث ثقافي مش موروث ديني. يعني لا يتعلق في الدين، ولكن نقدر نصلي به براحتنا، يعني هو مسموح الصلاة فيه. هذه واحدة. في كان كل صيف يجيني أنا صاحب شركة يقصوا العشب، فلما شافوني يقول لي فهو يدرس أديان مقارنة في مدرسة ثانوية. قال لي يعني أنت الأساس تستخدمه للتعبد؟ قلت له لا، مو للتعبد، استخدمه هو يعني مجرد جمعاتنا وقعداتنا وللضيافة للضيوف لما يجوا. فهذه ردة فعلهم كانت. طيب سؤال، متى تبرك الناقة برا هذا الخيم؟ أنا شفت حصان قبل كذا. المشكلة الحصان اللي جبناه كان سبحان الله هو أقرب للبقر من الخيل. هو كان الحصان الأمريكي. وأفكر الصحيح إني أجيب خيل ناقة. شفت ناقة عند الآمش، احنا ساكنين احنا في ولاية اوهايو، يعني اقرب ما ان الخط ولاية اوهايو. والآمش واجد هنا. في الآمش موجودين بمدينة نيو ويلمنغتون بنسلفانيا، 45 دقيقة او 40 دقيقة من عندنا من هان. واذكر مرة كان في عندهم مجموعة، كان عندهم نياق كانوا جايبينهن، ما اعرف كيف واقعين عليهن، من جايبينهن ما اعرف. فسألتهم هل انه للبيع؟ قال لي نعم للبيع، بس اجيبها ودبلش بيها ما يعني مشكلتها انك تدبلش بيها. ولكن حاب يعني تخيل موجود الناقه برا موجوده وموجود حصان، خيل عربيه موجوده وناقه موجوده، يعني ما ظل بعد هالشيء خلاص. بس ان نجيب شويه صحراء رمل ونحاول نقلبها صحراء، انا خلاص تصحر. هذا لسه دكتورنا الحبيب، نبغى نسألك عن رحلتك السعودية. ما شاء الله، وين رحت، وين جيت، مرئياتك؟ أي رحلة بالضبط؟ رحلاتك واجد. الرحلة الأخيرة اللي رحت الجنوب ورحت الشمال والشرقية، ما شاء الله. لا، الرحلة الأخيرة أخذنا الرحلة الأخيرة رحت بها على الرياض وعلى القصيم وبريدة ومنطقة البطين بعد بريدة، ورحت على نيزة وحايل، ورحت على الشرقية على الدمام وعلى الخبر وعلى الحساء وعلى الظهران. ما شاء الله. هذولا الزيارة الأخيرة. العام رحت على الجنوب كلها، من جيزان للباحة تقريبا ما شاء الله، وما بينهما أبها لفيتها كلها وقرى أبها. نزلنا على السود، طلعنا على السودة ونزلنا على رجال المع، ورحنا ما شاء الله على فيفا. وين كمان قرية العزيزة كانت اللي بيها مي، هذه حبيتها يا أخي القرية. رحت عن ماص وعلى عرب المجردة أتهامة ديارنا. أيوة ونعم عليك زود. وكليت حنيذ بمحاي العسير. أيوة يا سلام. هذول آخر رحلتين ما شاء الله. طيب. لا ورحت عفوا آسف، رحت على المدينة وجدة ومكة، بس هذه كانت عمرة وطلعت من المدينة ومكة وجدة، يعني الثلاثة مع بعض. طبعا الدكتور الحين غلبني في السعودية، ما شاء الله زار أماكن كثيرة أنا ما عمري زرتها في السعودية. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك. وش أكثر شيء فاجأك؟ يا أخي كل سنة أروح على السعودية يفاجئني التقدم والتطور بالسعودية، ما شاء الله ما شاء الله. والرؤية الموجودة بكل صدق، رؤية ولي العهد يعني بكل صدق. كل سنة أروح تبهرني أكثر من السنة اللي قبلها الحمد لله. والله. واللي ما يبهرني كرم السعوديين، لأن تعودت عليه وكل سنة أروح، يعني سبحان الله الكرم دائم موجود. وهذا طبعا من شيمهم ومن عاداتهم ومن أطباعهم. يلا حيهم. ما عليك زود والله. أذكر قصة يعني يمكن قلتها على التيك توك. كنت في فندق بالرياض، فندق والله نسيت الفندق. المهم كنت قاعد يعني رحت أفصل ثواب 2 عند مخيطة، بغض النظر شو اسم المخيطة، لكن جلس قبالي شاب، كان في مؤتمر موجود بالفندق، ورجل جلس قبالي على طاولة، وعجبني تفصيلة الثوب شلون حتى القماشة. فرحت عليه قلت له السلام عليكم، يقول عليك السلام، بس كان هو مشغول بالتليفون، هو كان من متابعين المؤتمر. قلت له أسألك بعد إذنك؟ قال لي تفضل. قلت له الثوب وش التفصيل أول قماشة أو وين فصلت؟ قال لي بس خليني أخلص اللي بيدي وابشر، أعطيني رقم تلفونك أنا أكلمك بس أخلص. قلت له على طول. أخذ رقم تلفوني. والله يا رجل
على نهاية النهار نهاية اليوم والتلفون يرن وإنه يقول لي معك فلان الفلان، والنعم والطيب خاطر منه، وإنه يقول لي أنت موجود معك بالفندق؟ قلت له نعم موجود. وإنه يقول لي أقدر ألاقيك باللوبي؟ قلت أنا موجود. نزلت وأنا جايب القماشة بيده. والله قلت له يا رجل أكرمك الله، والله إني ما سألتك عشان إيش، أنا سألتك. وإنه يقول لي أنت ضيف علينا وإحنا نقوم بالواجب، هذا والله واجب، وأي واحد سعودي يساوي اللي أنا سويته. قلت له نعم منك ومن السعوديين كلهم. وإنه يقول لي هذا القماشة والمخيط اللي فصلت عنده المخيط الفلانية وهذا عنوانها. الله كفو. والتفصيل والله انه كفو. الله انكم جميعا كفو. بعون الله الا اني اردها لما اني ارجع السعوديه. ما تقصر والله، كافي ووافي، وهذا اقل واجب. اعزك الله يا حبيبي. الله يعزك. اكرمكم الله. تسلم. شالت الرياح هذه، خاف ينقلب على راسنا الحين. لا ما شاء الله ثابت، انا منعته ما شاء الله. دكتور ما مو بس اكاديمي، ترى يشتغل بيده ما شاء الله. ادخل على حسابه في التيك توك وشوف الاشياء اللي يسويها. لا انا احب اشتغل بيدي، افصل وابنى واهد وابني اهد. اذا زبط البنا زبط، ما زبط اجيب شركه، لكن اجمالا يعني اقدر اسوي حياه تجارب الحمد لله. ايوه نعم. طبعا دكتور حساباتك بتكون ان شاء الله في وصف الفيديو، بس حساباتك تقريبا هو نفس الدكتور جميل الوخيان. نعم بالعربي والانجليزي. موجود على التيك توك، موجود على الانستغرام، موجود على السناب وعلى الفيسبوك. منتظرك في اليوتيوب لازم. ان شاء الله ان شاء الله. اتشرف يا حبيبي. الله يسعدك ويبارك فيك. ممكن يكون هو ان شاء الله الافنيو القادم بحول الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله تعالى. ايش يساعد فيه؟ كذا تسوي. بدك لا ما نقلبه قلب تزموه مثل ما هو، تشيلوه مثل ما هو وتحطوه هناك. اوكي. من هذه حسنه اللي كنت حاطه فيها. هنا وهنا. يلا. وين الثاني؟ بس هو ثقيل، تحطوه هناك ثقيل هو. يلا قول بسم الله. ارفع 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 ارفع. ان شاء الله يعطيكم العافيه. ان شاء الله باذن انه يكون يعني تعشى على شو اسمه، على قولة الجبن. صاموا لي جبن ها؟ لا ان شاء الله. لا الريحة تبشر ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. حسان امسك معي، حسان امسك هذه اللي هنا. وين؟ هاي؟ عشان نطيح عشان نطيح. اسحب هذه اسحب هذه عشان ما يفوت التراب. لا واحدة هي. اسحب ايوه. فهمت عليك فهمت عليك. اسحب عشان يفوت التراب. ايوه اسحب برا. ما شاء الله. سوينا هذه الدفعة. بسم الله ما شاء الله. خلينا نشوف شلون. سلام. ذايب ها؟ ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. قواك الله. ساعدك. أنا من جهة وأنت من جهة. تفضل. يا الله على بيت الشعر. كرمك الله والله يا دكتور. يا حبيبي صحة وعافية. الله يعافيك ويبارك فيك. شرفتونا وانستونا. الله يسعدك والله، الشرف لنا، الله يحفظك. تبارك الله. بسم الله. دكتورنا نبغى نسألك عن سالفة جارتك نانسي هذه صارت ترند ها؟ نبغى نعرف السالفة للي أول مرة يسمع فيها، وتعطينا تحديثات ما كانت موجودة في الفيديو الأصلي. خلينا أول شيء أجلس عشان أقدر أوصف لك وين هي.
بيتها بالمنطقة من هان، وجلكم الله عندها كلاب على العصر. تعرفوا الأمريكان يعني الكلاب عندهم هي يعتبروا فرد من أفراد الأسرة. فلما تقول الأمريكي عنده كم شو اسمه الفاميلي ممبرز، قديش واحد عدد أفراد الأسرة، يعد الحيوانات من اللي عندهم. طبعا الحيوانات إنه واحد من أفراد الأسرة. صحيح. فنانسي كل يوم العصر في طريق من هنا قبالي من بعد الشجر تنزل الكلاب تبعاتها وتشوفني هاي نسلم من بعيد. وفقدتها فترة يعني ما شفتها. طلعت في جيراني برضه هم كمان كبار بالعمر 2، فقالوا لي اسالهم، قلت لهم زمان ما شفت نانسي. قالوا انها هي وقعت ودخلت المستشفى وانكسر الحوض عندها. فرحت طمنت عليها. المهم طمنت اكثر من مره، ولما طلعت رحت عليها على دارها وخذيت معي منسف. فسالتني على المنسف، شرحت لها المنسف هذا اكل اردنيه، هذا شو اسمه يعني الوجبه الرسميه الوطنيه بالاردن، يعني شو اسمه الناشونال ديش. شرحت لها عنه، انبسطت حبتها. قلت لها بس يعني خلينا على من الميانه، قلت لازم تاكلي يعني بيدك. قالت لي شلون؟ قلت مثل تاكلي وتسوي دحبير، ووصفت شلون تاكل بيدها. طبعا هذه ما كانت بالمقطع، بس لما كلت بيدها شويه وتقولي نو اي نيد تو يوز سبون. قلت يعني استخدم المعلقه، قلت لها استخدم المعلقه استخدميها. فيعني سبحان الله استمرت العلاقه، رحت اكثر مره ونرجع عليها. فاقول لها طيب فتحنا سيره بيت الشعر، وأنا تقول لي انا اشوف التنت اللي انت بنيها. قلت لها نعم. وتقول لي يعني سالتني شو هي وليش والالوان، تعرف فاتحه وكلها الوان احمر، وفي كان جلسات صفر فيهن. فقلت لها هي من التراديشن والموروث الثقافي موروث اجتماعي، وانا حاب انه يعني اعيش انا واخلي عيالي يعيشوا نوع من الارث الثقافي اللي عاشوا الاباء والاجداد. قالت لي ممتاز. يعني هي فكرت، كانت لحد الان هي ذهنها كان مايل الفكره ان هذا معبد لانه الوان. فوانا تقول لي يعني هذا معبد يعني تمبل. قلت لها وكان الناس يتجمعون قلت عندك. لها هداك الله يا شيخ نانسي وش معبد هذا؟ قالت لي يعني تعبدوا به. قلت لها لا بس ليش قلتي معبد؟ وانا تقولي معبد لانه يعني اللون احمر وفي الوان اصفر، وانا اعرف ان جماعه بوذا يعني بوذيين. البوذيين انهم يعني يحبوا الالوان هذه. قلت لها لا يعني تفكري ان احنا بوذا؟ وانا تقول لي انا اسال بس ما اعرف. قلت لها لا ما احنا من بوذا، احنا مسلمين. وشرحت لها واضح يعني ما له دخل في الدين ولكن نقدر نصلي فيه. فاقول لها ان شاء الله، بس انه اهم شيء احنا ما نزعجك بالصوت، لانه ما شاء الله يعني كل اسبوع مرتين وثلاثه واربعه وخمس مرات ومرات على مدار الاسبوع التعاليل هنا والسهرات وعشيات، وفي ناس يجونا من برا الولايات، عرب من كل سبحان الله من كل الدول العربيه جونا. فاقول ان شاء الله انه ما اكون يعني انه سبب ازعاج لكم بالحاره هنا. فتقول لي لا بالعكس، يعني انا مبسوطه انه احنا ناس من ثقافه ثانيه يجونا ويجيبوا معهم التقاليد الثقافيه والعادات تبعتهم، هم يعني يحيوا الحياه الاجتماعيه عندنا. فاحنا اصلا النيبرهود كامل احنا ما شفنا فيه حياه الا بعد ما جيتوا انتم. يعني لما جيتوا انتم صار في ناس كل يوم يروح يجي على النيبرهود سيارات، في ناس فايت، في صوت، في اضويه. بينما احنا هنا ساكنين من اكثر من 20 سنه او 25 سنه ما شفنا الحياه اللي موجوده. وهي تقصد الحياه الاجتماعيه، يعني التزاور والزيارات الاجتماعيه من الناس، فما شفناهن. قلت لها يعني احنا هذه بالعادات لانه احنا جينا من ثقافه جمعيه وهي تختلف، واحنا اعتدنا على هذه الامور منذ الصغر. يعني قلت لها وش رايك تجي تزوري؟ وانا تقول لي على طول بس اتحسن. وهي بعدها الان يعني ما تحسنت مضبوط، تمشي على الواكر. بس لا هي وعدتني انها تجي وتاكل منسف انا بيت الشعر. قلت لها بس بشرط، قلت لها لازم تاكلي منسف بيدك. وانا تقول لي خلاص لازم اصور لك فيديو واحطه على السوشيال ميديا. قلت لها عندك مشكله؟ تقول لي ما عندي مشكله. قلت لها الفيديو اصلا اللي انا سجلته عليك طلع فايرل. وانا تقول لي انت لازم انك تترجم لي وش قلت بالفيديو، لانك يمكن انت كنت تسولف عني شيء مو كويس. طبعا تمزح هي تمزح. قلت لا حطيت لك شو اسمه الترانزليشن هذا الترجمه الموجوده، وشافت يعني تبعت. فان شاء الله بس تجي الفيديو الثاني راح يطلع. وهذه قصه نانسي الحجه نانسي.
اختارنا كلمة أخيرة، مساحة مفتوحة، اللي تحب تقوله. انت لما تقول مساحه مفتوحه تخليني اسولف، وانا احب اسولف يعني اظل اسولف خلك عليك وخلي ياخذ ساعتين سولف. خلك زي الشاهي، ما امسك خط. يلا حياك فينا يا خط. حبيبي. اول شيء شرفتونا الله وانا يسعدك. سوي يبارك نقول فيك. انتم، احنا شرف نقول لنا. شرفتونا وما كلفتونا. الله يسعدك. زيارتكم خفيفه لطيفه واسفرت ونورت، والساعه الله المباركه يرضيك. انكم جيتونا. احنا اهل وربع وعرب وحده، ولكن الحمد لله الميانه وصلت بيننا اني شلحت شماغ ورميتها هناك الله الله. عشان ما ظل حاطه، وانت خلك لابس شماغك برد يا اخوي. انت لما احنا يا جماعة تكساس ما عندنا سعودية جماعة وتكساس. السعودية وتهامة بعد. وتهامة إيه. أيوة. لا بس تهامة بالجنوب يعني فيها برد. تهامة عندنا جوها حار بالصيف، والشتاء يجون أهل النماص يدفون عندنا. صح. إيه. هي النماص شوية نازلة، النماص عفوا مرتفعة. مرتفعة، وتهامة تهامة تحت. تهامة تحت. النماصي يقول بنزل تهامة ايوه أتدفى احنا الشتاء. نقول عندها احنا الارض المرتفعة إيه. برود عندنا نقول شفا، شفا. وهذيك اراضي الغور، الله الغور الله. والشفا. فالغور بالشتوية اي ممتاز جوها، وبالصيف حر. الله الله. فاعتقد تهامة ونماص مثل هيك. لكن يا سيدي نرجع للموضوع، شرفتونا وانستونا الله يسعدك والساعة ويبارك فيك. المباركة. أبد. وان شاء حمك الله احنا نقول برضو مثل ثاني نقول بالمهنا ولكم عندنا مثنى يعني. اللي شفتوه من عندنا الف أبد. هنا وعافيه ان شاء الله، الله ولكم عندنا ان يعافيك. شاء الله مثنى اللي هي مره ثانيه. الله يسعدك. يلا مثلنا حبيبي. مثلنا ان شاء الله في تكساس باذن الله. لا ان شاء الله تنورونا في وتشرفونا. في تامه. هو تهامة هذه ما منتهي امرها. هذه خالصين منها. خالصين منها ما فيها خلاص. كلام، لكن ان شاء الله نشوفكم قريب. واكرمك الله اليوم صراحه، تشرفنا بهالزياره ومعرفه الرجال هذه يعني شرف. ان شاء الله باذن الله الزياره الثانيه تجينا وين؟ على تكساس. على تكساس باذن الله. بحول الله يا حبيبي، بإذن وانتم الله. شرفتونا وانستونا. الله يسعدك. الله يحييهم، الله يحييهم. السلام عليكم. السلام عليكم.